السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه اللي سهله وبسيطه وبمقاديرها المقادير موجوده في كل بيت، ولكن بواحد المكون اللي كيعطيها واحد المذاق رائع. كنسقيوها كتجي مسقيه وكتجي خفيفه وهشيشه وبنينه في نفس الوقت. وان شاء الله خليكم معايا غادي ندوزو للطريقه والمقادير. كنحتاجوا لها 3 ديال البيضات، كاس ديال الكوك، كاس ديال الحمامر ديال النخاله، كاس ديال السكر، انا استعملت هنا السكر الاحمر، وكاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج ساشيات ديال البودره الكاكاو، وجوج خمارات حمر، و200 غرام ديال السكر، ما يعادل 2 الكيسان تقريبا ديال العنبه ديال الدقيق ماشي السكر عفوا. كناخذ دوك 3 ديال البيضات كنضيفوا عليها السكر. انا استعملت هنا السكر الاحمر، بغيتو تستعملوا السكر العادي استعملوا كاس. العبار دائما بكاس ديال العنبه وكنطربهم مزيان وكنضيف عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب حتى كنطرب هذاك السكر مزيان مع البيض، عاد كنضيف له الزيت ومن بعد كنطرب مزيان ونضيف له الحليب. وكنضيف هنا كاس ديال الكوك وكاس ديال الحمامر. هاد الحمامر هي النخاله، ملي كنغربلو الدقيق كنحيدو ديك النخاله الغليظه وكنخليو غير ديك الرقيقه. هذا هو اللي كنستعملو فيها الحمامر، هذا كيعطيوها واحد المذاق رائع لهاد الكيكه هادي ومذاق جديد. كنضيفو 2 كيسان ديال الفورص ديالنا الدقيق الابيض من النوع الجيد، وكنضيفو 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوه، وجوج ساشيات ديال الكاكاو ما يعادل تقريبا 1 معالق كبار ديال الكاكاو. الا ما عندكمش ديال الساشي ديروا ديال العبار. وكنطربوها مزيان. كنجيبوا المول ديالنا كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، وكنفرغوا فيه داك الكيك ديالنا مزيان، وكنشعلوا الفران من قبل. الفران كيكون سخون على درجه 180 درجه، كنشعلو غير من التحت وكنخلي الكيك تقريبا حتى تفوت ديك 35 دقيقه. عاد كنحل عليه كنشوفوا لا كان طايب كنشعلو من الفوق وكيكمل الطياب ديالو. بالنسبه للكريمه كناخذ نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر، وواحد 2 معالق ديال مايزينا، جوج ساشيات ديال الكاكاو اولا 2 معالق. كنحركهم مزيان وكنردهم فوق النار. كنضيف عليهم هنا 3 ديال المعالق ديال الشوكولات، اي شوكولات ولا واحد 80 غرام. الا ما عندكمش هذا عندكم غير الشوكولات العادي استعملوا واحد 80 غرام. وكنردو فوق العافيه حتى كيذوب وكيتماسك ليا داك الكريمه، وكنحيدها وكنضيف عليها نص معلقه ديال الزبده وواحد الحك ديال اليوغورت طبيعي، وكنحركهم مزيان. كنجيب الكيكه ديالي من بعد ما طابت كنخرجها من الفران، كتكون سخونه، كنسقبها مزيان بالعود، ومن بعد كنضيف عليها واحد الكاس ديال الحليب. كنسقيها بكاس ديال الحليب يكون بارد، كتكون الكيكه سخونه والحليب كيكون بارد. كنسقيها مزيان وكنخلي داك الحليب يهبط فيها مزيان ويهبط حتى من الجوانب ديالها. كنسقيها ونخليها حتى كتشرب داك الحليب ديالها مزيان. وكنضيف عليها ديك الكريمه ديالي، كنضيفها من الفوق. كنحاول نهبط ديك الكريمه ونحركها مزيان ونهبطها من الجناب، وكنزينها باش ما داكشي اللي عندكم اللي متوفر عندكم. انا زينتها هنا باللوز ايفي اللي حمرته شويه فوق البوطه تتحمر ليا مزيان، وضفتو لها من الفوق زينتها. وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى كتماسك وكتبرد ليا الكيكه وتماسك ديك الكريمه مع الكيك. وعاد كنحيدها وكنقدمها بهذا الشكل هذا. ثقوا بيا كتجي رائعه بداك المذاق ديال الكوك. كاس ديال الكوك والكاس ديال الحمامر كيعطيوها مذاق اخر في شكل ماشي بحال الكيكه العاديه، وكتجي في نفس الوقت منفوخه وهشيشه من الداخل ومسقيه مزيان. وانا غادي نقسم معكم واحد الطريف هنا باش تشوفوا كيفاش دايره من الداخل. كتجي هشيشه وكتجي مسقيه، كتجي بنينه وكيجي مذاقها مختلف على الكيك العادي. وما تنساونيش الى عجبكم الفيديو من اشتراك وتعليق وجيمو بارطاج، وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده. الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.